دارت الشبهات في دماغ فريدة بين الجميع، وبالرغم من إنها متأكدة من إن سلمى وهاني ما خانوهاش إلا إنها شكت فيهم. لكن في النهاية أكيد القاتل هيغلط وهيقع وينكشف. ومن هنا قررت فريدة تقابل رامز، وفي نفس الوقت حاولت فريدة إنها تبقى هادية لما تشوفه. رامز وصل وكان باين عليه الإرهاق والتعب، لكن نظرتها كانت عاملة زي الذئب اللي بيحاول يصطاد فريسته. وكانت فريدة مركزة جداً وبتحاول تلاقي كلمة تخليها توصل لنتيجة تريحها. خير يا فريدة، في حاجة؟ أنا أسفة لو نزلتك على غفلة. ممكن نلغي المقابلة لو حابب. لا طبعا، أنا ما أقصدش كده، بس استغربت طلبك إن احنا نتقابل يعني. رامز، أنا وصلت للحقيقة. حقيقة؟ حقيقة إيه؟ حقيقة اللي حصل لسلمى وهاني. الموضوع وراه جريمة قتل، علشان تظهر على إنها قضاء وقدر وتتغلب بتهمة الخيانة، عشان محدش يبكي عليهم ولا يكشف سرهم. سبق واتكلمنا في الموضوع ده، قلتلك إن دي كلها ظنون ومفيش أي دافع ورا ارتكاب الجريمة. الدافع ظهر يا رامز، الميراث. ميراث إيه؟ ميراث إيه اللي هيبقى دافع للقتل يا فريدة؟ سلمى بقت حامل، وده هيمنع الميراث عن ناس كتير. انت اتجننت يا فريدة؟ جايباني هنا تتهميني بقتل أختي؟ أنا لازم أمشي دلوقتي. اقعد بس يا رامز، ما تفرجش الناس علينا، أكيد مش قصدي. أمال قصدك إيه يا فريدة؟ كلامك واضح وأنا ما اسمحش بده. لا طبعا، انت اللي فهمتني غلط. مش انت بس اللي يحق لك الميراث من سلمى. أمال مين؟ بابا القعيد اللي مش عايز حاجة من الدنيا في آخر أيامه؟ ويمكن يحيى. كل شيء وارد، ده عيل واطي يعمل أي حاجة أصلا. بس يحيى مراته كانت حامل، يعني ثروة مراته كلها هتبقى في إيده هو وابنه. إيه اللي هيخليه يقتلها؟ خلي بالك إن أنت بترجعي تتهميني تاني يا فريدة. يا رامز والله أنا مش بتهمك، أنا بس بحاول أفكر معاك. أنت ظاهر الحادثة أثرت على تفكيرك يا فريدة. أنا آسفة يا رامز، بس بجد أنا مش جايباك النهاردة عشان أوجه لك أي اتهام. أنا مخنوقة وعايزة أتكلم مع حد، ومش لاقية حد أقرب منك أتكلم معاه. وأنا تحت أمرك يا فريدة في أي وقت أنت عايزاني فيه، بس قولي كلام يدخل العقل، كلام يدخل الدماغ، لأن اللي بتقوليه ده جنان. مع إنك اعتبرته عين العقل لما اتهمت يحيى. رجعنا تاني للكلام البايخ. ولا بايخ ولا حاجة، سيبك، اعتبرني نازلة أغير جو وأتكلم معاك كأصدقاء. حست فريدة بعد كلامها مع رامز إنها مسكت طرف الخيط. سلمى اللي كانت منغنغة رامز بالفلوس بقت حامل، يعني أصبح مصدر الفلوس في مهب الريح، لازم يتخلص منها ومن ابنها عشان الميراث كله يبقى من حق رامز. فقررت فريدة تروح ليحيى وتكلمه. يحيى، على فكرة أنا بدأت أقتنع إن كلامك منطقي جدا. كلامي ده؟ كلامك عن علاقة رامز وخالد ورا الجريمة، وإنه ممكن فعلا يكون رامز هو القاتل. بس أنا ما قلتش كده، ده كان مجرد دردشة عادية في الكلام، وكنت بجاريكي في أوهامك. مفيش جريمة ومفيش قاتل، انت بس اللي بتضحكي على نفسك ومش عايزة تفوقي من الكابوس اللي هيودينا في داهية كلنا. بس ده ما كانش كلامك ورأيك لما سبتك من يومين. قلتلك إن كنت بجاريكي في الكلام، وبتوهمي نفسك إن صاحبتك وجوزك مش خاينين، ولو في سبيل ده ترمي أي حد في السجن وتعيشي دور البطولة، حتى لو كنت أنا اللي هدفع الثمن. وانت دخلك إيه؟ شوفي آخرة لعبتك يا هانم. جالي طلب ضبط وإحضار في النيابة الصبح. خالد بيه مقدم فيا بلاغ بيتهمني فيه إني قتلت بنته عشان أخد ميراثها. أولاً خالد بيه قدم البلاغ ده بعد ما انت ما طلبت حقك من الميراث. ثانياً ده كلام فارغ، وأي محامي صغير هيقدر يخرجك منها. طيب هو أنت تقدري تثبتي ده؟ أنا هقف معاك قدام الكل، مش هسيبك يا يحيى. كلام فاضي، أنا لازم أسافر وأهرب. تهرب ليه؟ انت كده بتثبت التهمة عليك يا يحيى. يا فريدة افهمي بقى، الموضوع انتهى وأنا اللي هدفع الثمن. لو فعلا هدفك تبرئي سلمى وهاني ساعديني إن أنا أهرب. الهروب مش حل، ولكن أوعدك أوصل للحقيقة. مشيت فريدة وكل همها إنها تنفذ الوعد اللي وعدته ليحيى وتثبت براءته بعد ما تم القبض عليه، بس بقت مش عارفة تعمل إيه. لقيت نفسها في معركة جديدة غير المعركة اللي هي فيها أصلاً، وبدل ما كانت عايزة تثبت براءة سلمى وهاني، دلوقتي عايزة تثبت براءة يحيى كمان. فطلبت فريدة إنها تشوف رامز عشان تطلع منه أي كلام يثبت براءة يحيى، يمكن يكون هو فعلاً أكبر المستفيدين من حبسه دلوقتي.
في ايه يا فريدة؟ أنا تعبت يا رامز، مش عارفة أعمل إيه. أنا حاسة إن السبب ورا كل اللي بيحصل ليحيى. كان زمانه مسافر وبدأ حياة جديدة بدل المشاكل اللي أنا دخلته فيها دي. لهجتك بالكلام اتغيرت قوي يا فريدة. حاسس انك فقدت ايمانك ببراءة سلمى وهاني. مش فاهمة قصدك إيه. لا فهماني يا فريدة. الأول كان همك تثبتي براءة سلمى وهاني، ودلوقتي بقى كل همك تثبتي براءة يحيى. عشان كده انتي تعبانة ومش عارفة رايحة على فين. ما أنا مش هرتاح لحد ما أعرف الحقيقة. وهتعرفي الحقيقة فين؟ أياً كانت هي فين لازم تبان وأعرفها وقلبي يرتاح. طيب أنا هاخد أجازة من شغلي واتفرغ للقضية، وأوعدك إني هوصل فيها للحقيقة عشان ترتاحي. وتوعدني إن لو يحيى بريء تخرجه وما تظلمهوش. أوعدك. كان الشغل بالنسبة لفريدة هو الملاذ الأخير اللي بتحاول تخبي فيه ضعفها، خصوصاً بعد ما تم القبض على يحيى. في الوقت ده كان رامز بيراقبها من بعيد وهي بتشتغل، وبكل هدوء خبط على الباب ودخل وسلم عليها وهو واثق من نفسه جداً، وقال لها: الحقيقة بانت وانتي كنت صح. تحريات النيابة أثبتت إن يحيى هو القاتل. وهو اعترف؟ لأ، بس هما يومين وهيعترف بكل حاجة، خصوصاً لما نواجهه بالأدلة الجديدة. أدلة إيه؟ يحيى في تحقيقات النيابة الأولى قال إنه مسافر البلد عند والدته 3 أيام، ولما رجع اكتشف الجريمة. وبعدين؟ أمه بتقول إنها ما شافتهوش بقالها 6 شهور، وإنه شبه مقاطعها. إيه؟ أمال كان فين؟ أنا عارف إن الموقف صعب عليكي، بس إحنا لازم نقتنع إن كان في علاقة بين سلمى وهاني، وإلا تفسري بإيه وجود هاني مع سلمى في نفس الشقة؟ رامز، من فضلك أنا عايزة أشوف يحيى. طيب تحبي إمتى؟ يا ريت دلوقتي. هو مفيش زيارة دلوقتي، بس أنا هتصرف. عدت لحظات الانتظار على فريدة طويلة جداً. دخل عليها يحيى والكلبشات في إيده، كان مستسلم استسلام كامل. فريدة ما كانتش متخيلة إن الأمور توصل لحد كده، وواضح إن رامز كان معاه حق في كل كلمة قالها. حتى خيانة سلمى وهاني بدأت تصدقها. أنت اللي عملت كده يا يحيى؟ انت جايه دلوقتي مع رامز بيه عشان تسألي ولا عشان تتشفي فيا؟ جاوب على سؤالي، أنت القاتل؟ مش هتكلم الا لما نبقى لوحدنا. أنت فاكر حركات المسكنة دي هتخيل علينا؟ عايز تقول إيه تاني؟ هتبرر جريمتك بإيه تاني؟ معلش يا رامز، ممكن تسيبنا لوحدنا؟ أنا مش ممكن أسيبك معاه لوحدك. أرجوك يا رامز، سيبنا لوحدنا ولو 5 دقايق بس. ماشي يا فريدة، لما نشوف آخرتها إيه. يحيى، اتكلم، مين اللي قتل هاني وسلمى؟ قلتلك قبل كده انت بتفتحي علينا باب احنا مش قده، وانا اللي هدفع التمن لوحدي، واديني مرمي في السجن مش عارف اقول دليل براءتي. يعني انت ما قتلتهمش؟ والله ما قتلتهم. امال مين القاتل؟ القاتل انت جايه معاه دلوقت بعد ما لف حبل المشنقه حوالين رقبتي. طيب كنت فين ساعة ارتكاب الجريمة؟ ما انت يا تتكلم يا تبقى القاتل يا يحيى. لو عرفت انا فين ساعتها هخسرك للابد، بس انا خلاص ما بقاش يهمني حاجه، وهتكلم ومش هدي فرصه لرامز انه يكسبك ويكسب اللعبه كلها. اتكلم يا يحيى، قول الحقيقة أرجوك. انا كنت مع واحده في اسكندريه. ايوه يا فريده، كنت بخون سلمى وبعيش يومين، والبنت دي هتروح المحكمه وتشهد بكل ده وهطلع براء. يمكن ساعتها مش هقدر اشوفك تاني لانك مش هتبقي حابه تشوفيني. بعد ما عرفتي الحقيقه اللي كنت افضل الموت ولا تبصيلي نظره الاستحقار اللي في عينيكي دلوقتي. فريدة احنا اتأخرنا، الكلام مع الإنسان ده مش هيفيد. خرجت فريدة وهي مصدومة من الكلام اللي سمعته من يحيى، ورجعت تاني لنقطة الصفر. مش عارفة مين القاتل، مش عارفة إذا كان في قتل أساساً ولا لأ، ولا يا ترى كل ده حصل عشان يكشف حقيقة يحيى وخيانته. جريمته بالنسبة لها ما تقلش عن جريمة القتل، وعلى الرغم من كل ده يحيى بريء من دم صاحبتها وجوزها. هو خاين بس ما قتلش. وتمر الأيام تقيلة على فريدة وهي مش عارفة الحقيقة، لحد ما جه يوم المحاكمة المنتظر فيه الحكم على يحيى، وحدث ما لم يحمد عقباه. ألو. أيوة يا فريدة، بقولك إيه، أنت تعرفي بنت اسمها رضوى؟ رضوى؟ أيوة، دي كانت شغالة معانا في المركز، وكانت خطيبة يحيى زمان. هي مالها؟ وإيه اللي بيحصل عندك يا رامز؟ رضوى هي البنت اللي كان يحيى بيقول عليها
إنها معاه في اسكندرية وقت الجريمة، لكن رضوى نفت علاقتها بيحيى في المحكمة، فالمحكمة حكمت بالإعدام. مش معقول، مستحيل ده يحصل. يحيى بريء، أنا متأكدة إنه بريء. في حاجة غلط، أكيد في ظلم. يحيى بريء بريء بريء. فريدة انهارت بعد سماع خبر حكم إعدام يحيى. كان عندها أمل في شهادة رضوى لصالح يحيى وإنه يفلت من حبل المشنقة، لكن في النهاية يحيى بقى مستني تنفيذ الحكم في أي لحظة. وقف يحيى وحيد يستقبل أجله بكل ثبات. كان مستسلم وهادي، وده على عكس أي حد محكوم عليه بالإعدام. كان ماشي في طرقة طويلة وصوت ضربات قلبه بيزيد كل ما يقرب لغرفة الإعدام اللي ما تفرقش عن باقي غرف السجن إلا باللوحة المعدنية اللي متعلقة ومكتوب عليها باللون الأحمر لون الدم، غرفة الإعدام. دخل يحيى الغرفة وتلقى كلمات الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تنفس رامز الصعداء ومر عليه اليوم بسلام. كان مستنيها زي ما كانوا متفقين، ومرت عليه دقايق الانتظار في صمت رهيب لغاية ما شافها بتقرب عليه وهو قاعد مستنيها في الكافيه، بس مش عايز يحسسها إنها صاحبة فضل عليه في النهاية. فظهرت عليه علامات اللامبالاة وهي بتقوله: انت مش عارف الضغط اللي كان عليا الفترة اللي فاتت دي، وازاي قدرت اقف في المحكمة وابص في عيون يحيى واقول انه كذاب. قربنا جدا يا رضوى، مشوار مشيناه مع بعض من البداية ولازم نكمله للنهاية. ما كنتش احب الموضوع يوصل بيحيى لحد كده، بجد صعبان عليا. من أول ما اتقابلنا واتفقنا على كل حاجة ما كناش عايزين الأمور توصل لكده. كان كل همي إن سلمى تكره يحيى وتتطلق منه لما تعرف علاقته بيكي، إنما موضوع الحمل ده دمر كل حاجة كنت مخطط لها. الموضوع كان هيعدي من غير ما حد يشك في أي حاجة. يحيى مسافر ومراته راحت عليها نومة وهي بتعمل القهوة، وماتت مخنوقة بتسريب الغاز، لحد ما هاني جه على غفلة شقة سلمى. كنت خلاص حطيت المخدر وابتدى يشتغل. ساعتها جات لي فكرة إن أخليها قضية شرف. كمان سلمى ساعدتني لما قامت تعمل قهوة ليا أنا وهاني، وده خلى بصماتها على الفناجين وعلى الكنكة كمان. بس الظروف اللي بنتحط فيها بتبقى أقوى مننا. ظهور فريدة وإصرارها ونبشها ورا القضية دمر كل حاجة، لدرجة إن وصلنا لنقطة يا رقبتنا يا رقبتهم. دي بقت معركة من أجل البقاء. وده اللي مخوفني منك يا رامز. خايفة مني أنا بعد كل اللي بعمله علشانك؟ رامز، انت لو لقيتني كارت محروق هتبعني وممكن تسلمني بإيدك للموت. مش هيحصل أبدا يا رضوى، لأن سكتنا بقت واحدة. إحنا الاتنين خلاص ما بقاش لينا غير بعض. تتجوزني يا رامز؟ اصبري بس، يعني أخلص من موضوع القضية دي وأوعدك إني مش هتخلى عنك ولا أبعد عنك لحظة واحدة. لكن دلوقتي مش هينفع على الأقل علشان ما نسالش يعني الجدل والموضوع يكبر جدا حوالينا. جاوب يا رامز، تتجوزني ولا انت كمان شايفني واحدة من اياهم كنت بتوقع بيها يحيى؟ بس انا سلمت يحيى بايدي الحبل المشنقة علشان كانت دي نظرته ليا. كنت حاسة ان عمره ما هيغيرها. لو وصل لي الشعور ده تاني يا رامز انا ممكن اعمل اي حاجة. طب يا علي كده قبل ما تهدديني، عشان انا ما بتهددش، وده اولا. ثانيا، من اول مرة اتقابلنا فيها واتفقنا انك ترجعي علاقتك بيحيى، والعلاقة بيننا انا وانتي تبقى علاقة عمل بحتة ما فيهاش مشاعر. مش عارف ايه اللي دخل في دماغك فكرة الجواز دي، ولا الست المصرية الأصيلة اللي جواكي ظهرت وعايزة تنكدي وتهدي كل حاجة. عايزة أحس إني إنسانة من حقها تحب وتتحب، أحس إني مش واحدة رخيصة. أنت فاهمني؟ بس قرار الجواز ده ما يجيش بالسرعة دي، خصوصا بالظروف اللي احنا فيها دي. خلينا نخلص وبعدين اتجوزك. ومرت الأيام وفعلا اتجوزوا وعاشوا سنين كتير مع بعض. بس جه عليهم وقت وبدأوا يحسوا بتأنيب الضمير، واتطبق عليهم مثل قتلوا القتيل ومشيوا في جنازته. وساعتها قررت رضوى تكتب رسالة لفريدة وبعتتها عشان يرتاح قلبها. وفعلا وصلت الرسالة لإيد فريدة اللي هي بتقول فيها: عزيزتي فريدة، اترددت كتير إني أكتب لك بعد كل السنين اللي فاتت دي، لكن قررت إني أكتب عشان يرتاح قلبي والحقيقة تبان. الحياة علمتني حاجة واحدة، إن كل ما حد يحاول يكسرني بيعلمني إزاي أكون أقوى. يحيى ما حاولش إنه يحسسني بآدميتي،
كنت في إيده مجرد لعبة يتسلى بيها وقت ما يحب. أما بقى الحب والتقدير فكان ليكي انت يا فريدة. الغبي ده ضيع من إيده كل فرص نجاته من حبل المشنقة. اتخليت عنه في القضية ومش ندمانة، لأني عارفة ومتأكدة إنه لو أخد براءة وخرج من السجن مش هيرجع لي تاني. عشان كده وقفت قدام المحكمة بكل ثبات وأنكرت علاقتي بيه وسلمته لحبل المشنقة بدون ندم. صحيح أنا ما كسبتش حب يحيى، لكن فزت بجوازي من رامز، وكان ليا زي ما تمنيت. على الأقل عشنا سوا بدون أقنعة مزيفة. المهم مش هطول عليكي، اللي لازم تعرفيه إن رامز ما كانش مخطط للقتل. كان كل همه إنه يوقع بين سلمى ويحيى ويبعده من حياتها عشان فلوسها ترجع لأبوها وهو يعيش في نعيمها، وده كله كان اتفاقه معايا. لكن اللي ما كانش في الحسبان حصل، وهو حمل سلمى، واللي طبعا هدى أحلام رامز لأنها تخلف الوريث اللي هياخد كل حاجة. فكان لازم رامز يخلص من سلمى وجنينها، وطلب مني نهيأله الجو في بيت يحيى علشان ينفذ جريمته. بس لولا ما جه هاني فجأة اللي بوظ كل حساباته واضطر إنه يتخلص منه. قدرك إنك بقيتي جزء من اللعبة دي يا فريدة. أنا كان كل همي في القصة دي كلها إن يحيى يرجع لي زي ما وعدني رامز، بس خلاص الحلم مات مع يحيى لما سلمته الحبل المشنقة بإيدي، وبعد ما فقدت الأمل إنه يرجع لي، لأن كان كل همه إنتي وبس، وإزاي يثبت براءته قدامك، لدرجة إنه قبل إعدامه كتبلك رسالة صغيرة بخط إيده وسلمها للشيخ اللي لقنه الشهادة على أمل إنها توصلك. بس أخدها رامز من الشيخ وتعهد إن هو يوصلها لك، لكن فضل محتفظ بيها كل السنين دي لحد ما بقت في إيدك دلوقتي. أتمنى إنك تكوني ارتحتي يا فريدة وقلبك اطمن إنه وصل للحقيقة. جوزك وصاحبتك براءة من الخيانة، واطمني كمان لأن حقهم وحق يحيى رجع بانتقام القدر للظلم. أنا بكتبلك دلوقتي من المستشفى في أسبانيا، مقر إقامتنا أنا ورامز بعد إصابته بالسرطان في مراحله الأخيرة، يعني بين الحياة والموت. الدكاترة بيقولوا كلها أيام ويموت ويسيبني وحيدة في الحياة، لكن يكفيني إن أحس بارتياح لأني قلتلك كل أسراري ورجعتلك الأمانة، وهي رسالة يحيى من غرفة الإعدام.